ماما انا حلمت حلم وحش قوي. كنت بغسل ايدي، فبعد كده ايدي اتقطعت ودخلت على النت واشوف تفسير الحلم، لقيت حاجات غريبه بقى ان انا هموت. يا ساتر يا رب. سيبك من النت، انا هاخدك قبل الجامعه عند الشيخ منصور، هو اللي هيطمنك وهيفسر لك الحلم. يعني الناس دي موثوقه؟ ايوه، خالتك لسه مفسره الحلم عنده، كانت هتموت لما هو فسره لها. خلاص ماشي، اللي تشوفيه يا ماما بص ماشي. يا حاج ام عمرو، تفسير الحلم ده خطير جدا. ابنك لو غسل ايده خلال ال 24 ساعة الجايين هيموت. اهدى يا حبيبي، ما تخافش. ما تنسيش تدفع فلوس الكشف وانت خارجة. اي حاجه والله. الله يسهلك. بالله عليك ما اكلتش حاجه، الله ما اكلتش حاجه والله. اوعى ايد، اوعى. خد يا عم. تسلم والله، ربنا يفتح طريقك يا عم. انا جعان قوي. وانا كمان والله. احنا بص بعد المحاضرة دي نروح ناكل. يا رجاله يا معلم، ايه المحاضره بدأت ولا لسه؟ اه يا عم بدر، بس كنا مستنيينك. بس اعمل حسابك بقى ان احنا نروح نفطر بعد المحاضرة. خلاص زي الفل تمام. ثواني يا رجاله، هربط الكوتش انا بس. ايه ده يا ابني اللي حصل لك ده؟ لا 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 لا، روح انت اغسل ايدك بقى هناك على ما انا اروح اجيب الاكل.